فجأة بلانكتون لقى نفسه صاحب مقرمشات سلطع، وما قدرش يتأقلم مع دوره الجديد على طول، وبرضه ما قدرش يقاوم إنه ياخد سلطع برجر. وفي الناحية التانية مستر سلطع هو اللي بقى بيحاول ياخد سلطع برجر. في اليوم ده بلانكتون كان بينفذ خطته وطار فوق الساندويتش، بس عشان إيد الزبون بتترعش ونظره ضعيف بلانكتون ما ظبطتش معاه الهدف وخبط في الحيطة. وفي الوش كان مستر سلطع معجب بفلوسه وبيبتسم لها. إيه ده شفيق، أنت فين؟ احميني بقورتك. يعني دي كانت محاولة تانية غير موفقة من بلانكتون. مستر سلطع تريق عليه ورجعه لدلو الصداقة، وواضح إن خطته ما نجحتش. وفي نفس الوقت كارين كانت بتهزر معاه وعرضت له وجبة بالأشعة. بلانكتون كان متضايق وكان نفسه ياكل أكل حقيقي، وما كانش فاهم ليه مستر سلطع عايش حياة حلوة كده. كارين فكرته إنه يقدر يستخدم جهاز تبديل الأدوار، وواضح إن دي كانت فكرة ممتازة. بلانكتون قعد على الماكينة وظبط الهدف، وفجأة فاق ولقى نفسه جوه مكتب مقرمشات سلطع ولابس نفس هدوم مستر سلطع. بلانكتون ما كانش اتعود على اختياره الجديد، وكان مخطط ياخد ساندوتش عشان أبحاثه. سبونج بوب رفض وقال إنها للزبائن. زبون؟ أنا هضايق الزبون قوي. أقصد أيوة طبعا للزبون الجميل. بس سبونج بوب كان مجهز ساندوتشات للتفتيش المفاجئ بتاع النهارده. بلانكتون أخد الساندوتش لمكتبه وبقى عنده الثروة والشهرة وسبونج بوب. سبونج بوب كان عايزه يقيم شغله وده كان مهم جدا له. بلانكتون شاف إنه استخدم صوص زيادة، فسبونج بوب وشه هيتغير وطلب ترقية، فبلانكتون نقله للكاشير. الكاشير شفيق حس إن سبونج بوب دخل في مساحته ودخل المكتب يعترض، فبلانكتون عينه في المطبخ وحذرهم محدش يزعجه. وفي اللحظة دي لؤلؤة جت تطلب مصروفها وبلانكتون اداها $1، فبدأت تعيط ودموعها نزلت عليه بغزارة. وفجأة الإنذار ضرب والمكان دخل في حالة زحمة ولخبطة. بلانكتون ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، واتضح ان مستر سلطع بياخد ساندويتش وقال انه هيقفل مقرمشات سلطع كله، والاكتر من كده انه ما كانش لابس هدوم. سبونج بوب ضرب عليه هدوم بس مستر سلطع تفاداها واستسلم، وقال ان لبس الهدوم معناه عدم التوفيق، بس هيحاول تاني. مستر سلطع فضل يكرر الكلام ده لبلانكتون في التليفون لحد ما بلانكتون تعب وما بقاش قادر يستحمل النمط ده خالص.